السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا الامتحانات، خلصنا المذاكرة كده، خلصنا والعيال جت من الامتحانات ورافعين علينا راية ان لو حد فينا فتح بقه وقال له ذاكر ولا قال البنت ذاكري هتاكله. خلصت مذاكرة. ايه ده؟ هي المذاكرة بتخلص؟ صلى على النبي يا حاجة عجة، مش كده. المذاكرة استذكار دروسك بتخلص. الحقيقه المذاكره بتخلص. فكلام ان المذاكره ما بتخلص هو كلام غير حقيقي. المذاكره نفسها فعل علمي بيخلص عادي. طيب امال ايه اللي ما بيخلص؟ اللي ما بيخلص هو العلم ما بيخلص. ان انا اتعلم ما بخلص. اتعلم بقى كورس، احفظ قرآن كريم، لو مسيحي بيروح الكنيسة، لو مسلم بيروح حلقات القرآن بتاعته، بيذاكر لغة، لو بيذاكر انجليش او الماني او ايا كان اللغة اللي بيذاكرها، بيتعلم مهارات، ازاي يتعامل مثلا على برامج على اللابتوب، او ازاي يتعلم حاجة في الفريلانسر مثلا علشان يبقى شاطر، يعني في مجالات المفتوحة لأولادنا دلوقتي. كل ده ما بيخلص. العلم ما بيخلص، الرياضة ما بتخلص، لكن المذاكرة استذكار الدروس بيخلص طبعا. تمام. فمن حق الأطفال، من حق الولاد، من حق الكبار ان هم يفصلوا من المذاكرة. خلصنا امتحانات نشم نفسنا كده، نوع من انواع الضغط العلمي اللي كان علينا اتشال. امال ايه اللي ما بيخلص؟ هو العلم. وانا الحقيقة دايما بشجع اولادي واولاد الناس ان انا امرن الاطفال وامرن الكبار ان العلم ما بيخلص. فما فيش حاجه اسمها ان انا ابطل قراءه او ابطل حفظ قران كريم او ابطل اروح النادي او ان انا اقعد كده صايع. فاقول لهم احنا لا، اخدنا الاجازه بس مش هنقلب صايع، يعني اخدنا الاجازه بس هنعمل حاجات تانية مفيده، عشان هنسال عن العمر فيما افناه، عن عمره فيما افناه، فلازم نسال او نخطط لاجازتنا، او نخطط ل ازاي نستفاد من الاجازه، مش ان احنا ننتخ على الكنبه. فانا الحقيقه قدام نوعين من انواع الصراع. الاولاني ان العيال عايزه تاجز، تمام، وحقهم يأجزوا الحقيقه، حقهم انهم يفصلوا شويه، وحقهم ان هم يرتاحوا اكتر، وان هم يبقى عندهم نوع من انواع الويست تايم او الوقت الضايع ازيد شويه من اللي كنا عاملينه ايام الامتحانات وايام المذاكره في الترم وكده. والنقطه الثانيه ان انا ارسخ قيمه العلم كعلم في حد ذاته، وان احنا طول الوقت بنشتغل ان احنا نستفاد من وقتنا ده من ناحيه، ومن ناحيه ان انا اشتغل على نقاط الضعف بتاعتي. فانا لو بنتي مش بتقرا كويس عربي او انجليش، ففرصه ان احنا نحسن قراءتنا، نحسن كتابتنا، خطنا، مهاراتنا. ليه؟ عشان العلم هو اللي ما بيخلص. ده غير ان اطفال بطيء التعلم واطفال صعوبات التعلم مش بينفع يوقفوا الدراسه فتره الاجازه كلها. ده خطر علينا وبيوقعنا وبيرجعنا كتير ورا، فده بيبقى خطر. فعشان كده بنديهم اجازه كام يوم وبنرجعهم تاني للمود ان احنا اكتب جواب بقى لبابا، اكتب جواب مش عارف ايه عشان يحسن يعني كتابته، تعالى نحسب ناقص ايه في البيت فعشان يحسن العمليات الحسابيه، شيتس كده بنحلها من قبيل ان احنا مش بنذاكر، احنا شيتس بنعملها لنقاط الضعف بتاعتنا. حتى انا لما بتفق مع مدرس برايفت لبنتي فبقول له في الاجازه ما تشتغليش منهج، اشتغلي نقاط ضعف، اشتغلي تاسيس، اشتغلي مشاكل عندها اللي هو احنا ما بنلحقش نعملها ايام ما بيبقى عندنا منهج. يعني مهم ان انا اعود ابني انه يستمتع باللحظه. يستمتع باللحظه يعني ايه؟ ينغمس في اللحظه الحاليه. يعني ايه ينغمس في اللحظه الحاليه؟ يعني يتبسط بحياته. يعني دلوقتي بيتفرج على التلفزيون وخلاص، ده وقت يتفرج على التلفزيون، فما فيش مجال ان انا افكره باللي وراه. خلاص اتفرج على التلفزيون، خلاص دلوقتي هنفصل كده وهنشرب حاجه ونتفرج على التلفزيون. احنا مثلا بنعمل كيكه في المطبخ، يبقى احنا ما بنتكلمش في اي حاجه غير الكيكه اللي في المطبخ. احنا مثلا بنصلي، يبقى احنا مش بنتكلم في اي حاجه غير في الصلاه والوضوء والطرحه والاسدال انا عندي بنات، فحلقات البنات في الصلاه وبتاع، في تظبيط الصلاه، علاقتنا بربنا، الروحانيات كده. احنا مثلا في النادي يبقى احنا بنتكلم في الرياضه بس، اللي هو عودوا العيال تتبسط باللحظه الحاليه، تنغمس في اللحظه الحاليه. ونخطط طبعا، نخطط. اعمل لكم فيديو تاني عن تخطيط 2023 وازاي ضفت الفريلانسنج او المهارات الانترنت مع اولادي في خطتهم الجديده. اعملها لكم في فيديو لوحدها ان شاء الله. كان بس هدف الفيديو ده علاقه المذاكره والامتحانات، واجازه سعيده على الجميع. كل سنه وانتم طيبين. ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.